عشان نفضل على طول جنب بعض حتى بعد ما نموت. قمة الألم. وتمر الأيام وبعد 18 سنة هنا يتجمعوا تاني. نيجي بقى لأكتر حاجة كانت مؤلمة في حياة صلاح السعدني. مدفن الفنان صلاح السعدني. في البداية نقرأ له الفاتحة وندعي له بالرحمة والمغفرة. في يوم من الأيام صلاح السعدني كان قاعد مع صاحب عمره أبو بكر عزت. في وسط الكلام قال له: بقول لك إيه يا صلاح، أنا بفكر أشتري مدفن. عم صلاح رد عليه وقال له: أنا كمان هشتري معاك عشان نفضل على طول جنب بعض حتى بعد ما نموت. أبو بكر عزت وصلاح السعدني كانوا صحاب جدا، وكمان كانوا متعلقين ببعض قوي. الصداقة دي فضلت تكبر تكبر لحد ما اتحولت لعلاقة أسرية. عشان كده وهم على قيد الحياة اشتروا المدفنين دول جنب بعض. بس تيجي سنة 2006 ويموت أبو بكر عزت، وكانت آخر مكالمة ليه مع صلاح السعدني عشان يتفرقوا الصحاب. وتمر الأيام وبعد 18 سنة هنا يتجمعوا تاني. يا ترى هم قاعدين مع بعض دلوقتي؟ إن شاء الله يكونوا مرتاحين ومبسوطين. الحقيقة بقى إن العمدة صلاح السعدني تعرض للظلم فترات طويلة قوي. يعني مثلا في فترة من الفترات في الستينات وفي السبعينات اتمنع من التمثيل، وممكن يكون القرار ده ما كانش معلن لأنه كان دايما بيدفع تمن آراء أخوه الكبير السياسية. يعني في مرة الكاتب محمود السعدني تم اعتقاله، فصلاح السعدني يدفع التمن ويتمنع من التمثيل، وكمان يجبروه إنه يقعد في البيت. في الوقت ده ما كانش فيه حد يستجرأ أبدا إنه يرشح صلاح السعدني لفيلم أو مسلسل، وقرار المنع من التمثيل كان بالنسبة لصلاح وكأنه حكم بالموت. بس لأنه كان قوي قرر إن هو يصمد ويتفرج ويراقب من بعيد. كتير مننا ما يعرفش إن عادل إمام كان مرشح صلاح السعدني إنه يمثل معاه في مسرحية مدرسة المشاغبين، بس صلاح اتفاجئ بقرار المنع من التمثيل، عشان كده رشح مكانه أحمد زكي، ويبقى صلاح السعدني ليه فضل كبير في ظهور موهبة أحمد زكي. المنتج سمير خفاجي حاول إنه يساعد صلاح السعدني وقت المنع من التمثيل، عشان كده عينه في منصب إداري في الفرقة عشان يديله مرتب شهري يقدر بيه إنه يوفر متطلباته الشهرية. بس الحقيقة إن صلاح كان متضايق جدا، وقال إن هو خلق بس عشان يكون ممثل. كمان من أكتر الحاجات الغريبة اللي اتعرض ليها صلاح السعدني لما مسحوا اسمه من تترات فيلم الأرض. صلاح قال إن أخوه الكبير الكاتب محمود السعدني كان حاسس دايما إنه السبب في كل اللي بيحصل له. بس الحقيقة بقى صلاح قال إنه دايما فخور بأخوه محمود، وإنه ما حسش للحظة واحدة إنه بيتعاقب بسببه. نيجي بقى لأكتر حاجة كانت مؤلمة في حياة صلاح السعدني، ده لما سمع خبر وفاة صاحبه نور الشريف. عشان كده دخل في حالة نفسية صعبة جدا، ومن وقتها ساءت حالته الصحية. ومن أكتر من 10 سنين عمنا صلاح السعدني اختار إن هو يبعد عن الكل ويكتفي بكل اللي قدمه لنا. وممكن يكون اختار ده بمزاجه وممكن يكون غصب عنه، بس أيا كان الناس ما كانتش عايزة تسيبه في حاله. وكان ما بين كل فترة والتانية يطلع إشاعة سخيفة عليه، شوية عن مرضه وشوية عن وفاته. أكتر من مرة طلعت إشاعة عن وفاة صلاح السعدني، والكلام ده أكيد كان بيزعج أهله جدا، ويا سلام بقى لو كان بيوصله. قمة الألم. وفي يوم 19 إبريل سنة 2024 توفي إلى رحمة الله العمدة صلاح السعدني، وجه هنا جنب صاحبه أبو بكر عزت. وبالمناسبة دي في حاجة عجبتني جدا من أسرة الفنان صلاح السعدني، لما خدوا قرار إن العزا هيبقى بس لأصحابه وأهله وزمايله، وكمان اتمنع فيه التصوير تماما. أتمنى من كل أسر المشاهير إنها تعمل كده عشان ما نشوفش الحاجات الغريبة اللي بنشوفها دايما في العزا. في النهاية أنا عايز أسألكم سؤال: هل الظلم اللي تعرض له الفنان صلاح السعدني وقرار المنع من التمثيل أثر على مسيرته الفنية ولا لا؟ في النهاية أتمنى أنكم تدعوا لعمنا صلاح السعدني وأبو بكر عزت بالرحمة والمغفرة، هم وكل أمواتنا وأموات المسلمين. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.